اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج نوافذ، اطلاله كل المبدعين الشباب عليكم واطلالتكم على كافه الاحداث الثقافيه في اقليمنا. النهارده هيكون معانا الفقرتين الاساسيتين عندنا، نافذه على الابداع، وكمان هيكون عندنا فقره الصالون. ادي لكم فكره عنهم قبل ما نروح الفاصل. فقره نافذه على الابداع هيكون معانا فيها ضيف شاب من بورسعيد، هو الكاتب شادي برايا. هنشوف مع شادي ان شاء الله في الفقره هو اختار لنا كتاب ايه وليه اختاره، وهيعرض لنا قراءته في هذا الكتاب. كمان في فقره الصالون هيكون معانا الكاتب الكبير الشاعر استاذ جمال حراجي. واستاذ جمال النهارده هيكلمنا عن موضوع مهم ومطروح كتير، هو الصحافة الأدبية. والصحافة الأدبية دايما متهمة، وكتير كنا بنبقى بنناقش موضوعات ثقافية مختلفة، لكن كانت تيجي سيرة الصفحات الأدبية في الصحف المختلفة وتكون دائما متهمة باتهامات سيئة للغاية. هنتكلم عنها النهاردة. بعد الفاصل نروح ونبدأ مع أولى فقرات. اهلا بيكم ونبدا حالا مع فقره نافذه على الابداع. زي ما قلت لكم في التقديمه قبل الفاصل انه ضيفنا النهارده هو القاص الشاب شادي برايا. شادي اهلا بيك معانا في الاستوديو. شادي بورسعيدي واختار لنا النهارده روايه، ومن المرات القليله جدا اللي بيتم فيها اختيار روايه. دائما لما بيكون معانا مبدع شاب بيقول هعمل قراءه في شعر، كويس جدا انه يبقى معانا النهارده حد يعمل لنا قراءه في روايات. قول لنا يا شادي، هي روايه ايه وليه اخترتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اود ان انا اشكر حضرتك على استضافتي في البرنامج وقناه القناه. شكرا على الاهتمام بالثقافه والادباء. الروايه اللي هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده هي اسمها فرونيكا تقرر ان تموت، للروائي البرازيلي باولو كويلو. وممكن نقول نبذه عن باولو كويلو. باولو كويلو هو كاتب برازيلي وروائي عالمي طبعا، من مواليد سنة 1948. بدأ حياته الأول كمخرج مسرحي وممثل، بعد كده اتجه لتأليف الأغاني، وبعد ما بقى عنده 35 سنة قرر إنه يكتب أول رواية ليه، كانت اسمها أرشيف الجحيم. بعد كده عمل الرواية الشهيرة بتاعته السينيائي أو الخيميائي سنة 1984، باعت أكثر من 30 مليون نسخة. وبعد كده تتلت الأعمال دي وعمل اللي هي الرواية اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي فرونيكا تقرر أن تموت سنة 1998. شادي معلش أنا حابة أزود على كلامك كمان إنه باولو كويلو الحقيقة بيعد دلوقتي الأكثر شعبية، يعني الكتاب الغرب الأكثر شعبية هو يمكن دان براون كمان. بس دان براون لانه دافنشي كود اتعملت فيلم وعملت ضجه، لكن الحقيقه ان باولو كويلو ادبه انساني وله يعني جماهير كبيره جدا، وبقى في العديد من المترجمين المصريين اللي بقوا بيترجموا اعماله اللي كانت غالبا بتترجم في لبنان قبل كده. مين المترجم بتاعك يا شادي لكتاب فيرونيكا تقرر ان تموت؟ اسمها رنا. طيب هي انا اعتقد ان هي رنا الصيفي. ممكن تشوفين الاسم الصيفي لانه اعتقد انه بيفرق كتير المترجم. وهي طبعا من لبنان الطبعه بتاعت الكتاب، والترجمه بتاعت طبعا الكتاب بالنسبه للبنانيين لان في كتير عايشين من البرازيل وبيهم احتكاك كتير بيهم، فبتبقى جيده جدا يعني. كانت الاداء الترجمه ممتاز، والمفاهيم الادبيه والسياق اللغوي بتاع الادب في الروايه كان ممتاز بأمان. طب جميل. شادي تدلنا بقى الاول موجز عن يعني الروايه، يعني بتتكلم عن ايه؟
الروايه ديت بتتكلم عن بنت اسمها فرونيكا، عندها 24 سنه. البنت ديت رغم ان هي في مقتبل الشباب قررت الانتحار، وبدات الروايه بالحدث المتصاعد اللي هو ان هي بدات ان هي تموت، رغم ان هي المفروض اصلا بنت صغيره المفروض تتطلع للحياه، لكن هي قررت ان هي تموت، واختارت طريقه الموت بتاعها في الانتحار طريقه يعني معروفه دايما للفنانين ان هي طريقه الهاديه للموت، وهي عباره عن ان بتاخد الحبوب المنومه كميه كبيره، واستبعدت ان هي كانت تقطع الوريد بتاعها وان هي تقفز من اعلى الطرق العنيفه. العنيفه. وده غرض هو حطه باولو كويلو في الروايه، بحيث ان هو يبين قد ايه الشخص ده اللي هو بيجمع ارادته الشخصيه في مقابل تحقيق اراده الناس الاخرى، وفي نفس الوقت بيهتم بالناس التانية عن نفسه. فهي ما رضتش تسبب اذى للناس التانية اكثر يعني. وهي بدات تقرر الانتحار لغايه اما اخذت الحبوب المنومه. صحت لقيت نفسها في مستشفى اسمها فيلت للامراض العقليه، وتم انقاذها. كانت هي قاعده في دير، وتم انقاذها من احد الراهبات اللي في الدير. بدات تصحى في المستشفى الامراض النفسيه ديت، واستغربت جدا، ولكن صدمت ان هي عرفت ان هي هتموت بعد 7 ايام. كانت هي تتمنى الانتحار. طيب نرجع هنا في الروايه على اساس اخدها بسرعه شويه. ايه سبب انتحارها؟ ان هي ملت من الروتين، ان هي خافت من روتين العمل اليومي اللي احنا عايشين فيه كلنا وحاسينه. خافت من العجز، اما تكبر هتبقى في عندها شيخوخه. خافت من المنظر ده، فقررت الانتحار وتخلص من حياتها. حست ان الحياه ليست لها اي قيمه. اللي بدات ان هي تتعرف على المرضى النفسيين اللي موجودين في المستشفى. المرضى النفسيين للمستشفى لم يكونوا مرضى حقيقيين، ولكن هم اخذوا فكره جميله جدا عن مفهوم الجنون. رغم ان احنا عارفين ان المجنون دايما ده شخص مختل عقليا، ولكن المجنون هنا هي واحده عبرت، كان اسمها زيديكا في الروايه، عبرت عن الجنون ان كان في ساحر رمى في بير كان في مملكه، رمى فيه زي سحر او كده، فكل الناس اللي في المملكه شربوا من البير ده، فاصابهم هلوسه. راحوا للملك، والملك اصلا راجل طبيعي منظم، حبوا كلهم ينحوا من المملكه بتاعته. وهو اللي بقى غريب بالنسبه له. هو بقى غريب لغايه ما فكر، قال طب هعمل ايه؟ كلهم عاملين ثوره عليه. راحت مراته نصحته وقالت له اشرب انت كمان من البير. فما شرب من البير لقوه كده ان هو ساوي بالنسبه له. فمعنى الجنون في الروايه هنا هو مش الجنون اللي احنا عارفينه او هو الاختلاف. ان تكون مجنونا هو الاختلاف. وهنلاقي في الروايه برضو في شخصيه اسمها ماري، كانت محاميه رائعه ومتميزه، ولكن جالها مرض اللي هو الخوف الرهابي، ان هي بقت خايفه من اي حاجه. ودوت اما الدكتور اللي موجود في الروايه اسمه دكتور ايجور، لما حلل شخصيتها لا، لانك انت نفسك تبقي نفس الناس التانية، مش عايزه تبقي نفسك. فكانت بتتفرج على فيلم في السينما وجالها الحاله دي، لان خافت. كان ليها صديق قبل كده كان في مرض اسمه الانوريزما ومات بيها. هو مرض كان بيجي في المخ عباره عن تدفق الاوعيه بيزيد فبيسبب الوفاه. بدات ان هي تخاف تتنقل حياتها زي حياه الناس التانية، لغايه اما بدات تتعالج وقدرت تكتشف في الاخر ان هي مش تبقى محاميه. هي بدات تكتشف ارادتها الذاتيه ان هي تقدر تساعد الاطفال اللي في الحروب، اطفال الحروب. وفيرونيكا نفسها قررت طب انا عندي 7 ايام ان انا اعيش بس، ايه الخطوات اللي انا هعملها في ال7 ايام رغم ان انا كنت عايزه اموت. فبدات تمارس الحياه اللي هي عايزاها، رغم ان اهلها كانوا كويسين جدا معاها، فلوس كويس، اسره وتربيه، لكن هي ملت ان هي ما بتقدرش تحقق ارادتها الذاتيه. فكان ده سبب اللي هو الانتحار الحقيقي. بدات كانت هي نفسها تبقى عازفه بيانو، بدات في المستشفى ما تهتمش بالناس الاخرين، هي اهتمت بنفسها بس. بدات تعزف البيانو بالليل بغض النظر ان هي تسبب ازعاج للاخرين او ما تسببش، انا اهم حاجه ان انا احقق ارادتي الشخصيه. المرضى النفسيين تاني كان في واحده اسمها اللي هي زيديكا ديت، كانت حابه تهرب من الواقع. كانت بتحب شخص وهي شابه، والشخص دوت كان في امريكا، وفضل الحلم عندها ده ان هي تتجوزه. وراحت تلاقيت نفسه ان هو متجوز وبقى لها دور العشيقه، وهي رفضت الدور ده. وبعد ما دخلت في حياتها الواقعيه هي اتجوزت وخلفت، رجعت للاحلام دي تانية
وكانت تتمنى انها وإن تعيد هي تتمنى. العلاقة. فهربت من الحياه الواقعيه اللي هي عايشاها، وبدل ما تواجه الواقع دخلت في مستشفى الامراض النفسيه وبدات تاخد حقن انسولين كانت بتخفض نسبه السكر في الدم، فبتسبب لها غيبوبه. في الغيبوبه دي حست ان هي بتتواصل مع الفضاء، وفضلت على الحاله دي لغايه ما فرونيكا دخلت المستشفى، فحست قد ايه ان الموت قريب. طب انا هفضل هعيش في خيالات وان انا عايش في الفضاء والكلام ده، ولا هرجع لحياتي الواقعيه تاني؟ بدات ترجع لحياتها الواقعيه. الدكتور بقى في ايجاز اكتشف ان العلاج الوحيد للجنون هو ابراز قيمه الحياه عن طريق الموت. فقد ايه ان وجد ان القيمه الاعلى هي قيمه الموت، لان من غيرها مفيش اي قيمه تاني. طب اسعدني بقى وقول لي ان هو كان بيضحكوا على فيرونيكا وانا ما كانتش هتموت بعد 7 ايام ولا حاجه. بالظبط. طيب كويس. هي كان اداها دواء، وكان الدواء ده بيسبب زي إثارة للنوبات القلبية، ولكن هو على اساس يديها التهيؤ ان هي تتمتع بحياتها. فضل ان يديهولها لغايه ان ال7 ايام حبت شخص موجود كان عنده انفصام في الشخصيه، بسبب برضو ان والده كان سفير وكان عايزه يبقى سفير، وهو كان عايز يبقى رسام، وتخيل ان هيعمل مجموعه رسومات اسمها رؤى الجنه، بسبب ان الحلم ده اتسحب منه ضاع بجاله. جميله المعاني اللي جوه الروايه. قبل ما تقول لنا يعني اهم ملاحظاتك عليها، فكرتني القصص اللي جواها، يعني حكايه كل واحد جوه الحدوته الكبيره اللي هي فيرونيكا تقرر ان تموت. بالبرنامج الامريكي Shouldn't Be Alive، اللي هو الناس تعرضت لحوادث ضخمه جدا او حاولوا الانتحار وبعدين عاشوا ما ماتوش، فقد ايه مشاعرهم بتتحول. حتى اللي كان هو بيحاول ينتحر بيتمسك جدا بالحياه لما بيقرب من الموت. ويعني اذكر منهم من مره واحد ضرب رصاصه بمسدس يعني على نفسه، لكن بعد ما انقذوه ورغم انه ملامحه اتشوهت لكن كان متمسك جدا بالحياه وحابب الحياه وقرر ان هو يعيشها بافضل ما يكون. مشاهدي، ايه هي الحاجات اللي انت شايفها مهمه او مميزه لروايه فيرونيكا تقرر ان تموت؟ من الناحيه الادبيه يعني بالنسبه ان هو بدا بالحدث المتصاعد على طول، ما مهدش القصه، دخل ان واحده عايزه تنتحر على غير العاده ان شابه المفروض تعيش، فديت تقدر تجذب القارئ جدا، ان انت بتعمل له تشك في الاول ان انا اقدر اكمل القصه. الخطوه الثانيه ان هو حدد الفتره الزمنيه 7 ايام، على غرار ان دايما الروايات بتتناول الاجيال وبتتناول فتره طويله، هو صغر الفتره ان هي تبقى 7 ايام للروايه. وده هو كمان انا حسيت ان هو بيبرز قيمه الاختلاف من ده، ان هو انا بعكس دايما كل حاجه، يعني ما بداتش تمهيد. في نفس الروايه ان هو المكان ثابت، معظم الروايه يعني 95% في الروايه على اللي هي فيلة المستشفى الامراض النفسيه، والشخصيات هي اللي بتتحرك. الدلاله ايه؟ ان رغم ممكن ثبوت المكان اللي انت فيه، انت شخصيتك هي اللي بتحرك الاحداث، مش المكان او مش المؤثر الخارجي، لا ده المؤثرات الداخليه اللي عندك. ديت اكتر حاجه عجبتني في الروايه من الناحيه الادبيه. شادي، اكيد بتقرا مترجمات تانية يعني غير باولو كويلو او الادب البرازيلي، يعني اكيد بتقرا يعني مترجمات لكتاب عالميين بقى، ادب فرنسي، ادب روسي، ادب انجليزي. ليه شايف او ليه اخترت لنا النهارده باولو كويلو من ضمن حاجات كتير موجوده؟ باولو كويلو كاتب زي ما حضرتك ذكرت في الاول ان هو كاتب انساني، ودايما الحاجات الانسانيه هي اللي بتاثر في قلوب الناس. يعني اهم حاجه في القصه ان انا اضيف لحضرتك احساس، اضيف لحضرتك قيمه، يعني ما تبقاش مجرد ان انت بتطلع عليها كده وخلاص تتنسى. لكن ديت حاجه يعني بصراحه اثرت فيها، خصوصا ان فرونيكا دي شخصيه يعني زي معظم الناس اللي موجوده. دايما احنا مثلا واحنا صغيرين او كده احنا ما بنحددش اختياراتنا، بتبقى الاختيارات عن طريق الاهل. انا بوجهك لا انت تخش الكليه ديت، هي دي الانسب ليك. واتضح ان هو ان انت لغيت الاراده الشخصيه بتاعتك، بعد كده انت اللي بتتعذب فيها. فان انت تفضل الاراده الشخصيه ليك. باولو كويلو كاتب رائع طبعا، هو كاتب الاول بالنسبه لي عشان انا كده اخترت الكتاب ليه، والروايه ديت من اكتر الروايات اللي انا بحبها جدا. بشكرك جدا يا شادي، وعملت لنا قراءة سريعة وجميلة في فيرونيكا تقرر أن تموت للكاتب البرازيلي المتميز، والكاتب الأول دلوقتي بالنسبة للعالم العربي اللي بقى بيهتموا جدا ان هم يقروا مترجماته، الكاتب باولو كويلو. دي كانت فقرة نافذة على الإبداع. هنروح لفاصل ويكون معانا مناقشة طويلة جدا عن الصحافة الأدبية.